واش ممكن للنور والظلام يتلاقاو في قلب واحد؟ واش ممكن الخطوات الفجر في طريق الجامع تلاقى مع صدى خطوات السهر في طريق الضياع؟ قصة اليوم ماشي غير حكاية عادية، هي صراع بين الوقار والتمرد، بين إمام مسجد كيشوف بالقلب وبنت تالفة كتقلب على راسها وسط الأضواء المزيفة. خليكم معايا في هاد القصة اللي غتخليكم تعيدوا النظر في بزاف ديال المفاهيم. الليل كان طويل في هاد المدينة اللي ما كتنعش، والضو ديال البريقيات والإشارات ديال النيون كانوا كيعكسوا على وجه سهام وهي راكبة في الطوموبيل ديال صاحبتها. الضحك طالع والموسيقى مجهدة لواحد الدرجة اللي كتخلي القلب يضرب مع الدقة ديال الطبل. سهام ديك البنت اللي في عمرها 28 عام اللي كتقرا في الحقوق والضحكة ديما ما كتفارقش وجهها، كانت هي الروح ديال ديك الشلة. لابسه كسوة كحلة لاصقة وشعرها مطلوق على كتافها كيبان فحال الحرير تحت ضو الزنقة. كانت يلا خارجة من سهرة مع صحابها والنشاط واصل للقمة، ولكن الداخل ديالها كان كاين واحد الفراغ ما كتعرفش منين جاي وما كتخلي حتى واحد يشوفه. فجأة الطوموبيل وقفات في واحد الدرب قديم شوية ولكن نقي، الدرب فين ساكنة سهام. نزلات وهي كتودع صحابها بالضحك والتحايا وسدات الباب بقوة، خلات الصمت ديال الفجر يتهرس. في داك الوقت بالضبط كان الأذان ديال الفجر يلاه غادي يبدا يتردد في السماء، واحد الصوت رخيم هادئ ومريح كأنما كيجاوب على داك الصداع اللي كان في ودنيها. سهام وقفات بلا ما تشعر، بقات كتشوف في الجامع اللي في دورة الدرب والضو ديالو شاعل. شافت واحد الشاب خارج من تما لابس جلابة بيضا نقية وفوقها سلهام خفيف، ملامحو كانت هادئة بزاف، لحيتو مقادة وكحلة وعينيه فيهم واحد النظرة ديال الوقار اللي خلات سهام تحس براسها عريانة وخا لابسة أحسن ما عندها. هذاك كان سي عمر، الإمام الجديد ديال المسجد اللي الدرب كله كيهضر على أخلاقه وصوته الرائع في القرآن. سهام حسات بالارتباك وبدات كتمشى بالزربة باش تدخل لدارهم، ولكن السوطات ديالها الطالون خانها وتعثرات في واحد الحجرة. كانت غادي تطيح كون ماشي واحد اليد شداتها في آخر لحظة من المرفق ديالها. كانت يد سي عمر. الدارجة المغربية نزل عينيه للأرض بسرعة وبقى شادها غير بجهة ما توازن راسها، وقال بصوت منخفض ومنوم: على سلامتك بنتي، ردي البال الطريق، في هاد الوقت كتكون غدارة. سهام جمدات في بلاصتها، ريحة المسك والعود اللي كانت خارجة منه خلاتها تدوخ، ما بقات عارفة باش تجاوب، غير شافت فيه بواحد النظرة مختلطة بين التكبر والارتباك، وجرات يدها ودخلت لدارهم كتجري، وقلبها كيضرب بجهد، ماشي حيت كانت غادي تطيح، ولكن حيت أول مرة كتشوف راجل كيشوف فيها بهاد الطريقة، نظرة فيها الاحترام وما فيهاش الطمع اللي مولفة كتشوفه في عيون الرجال في النايت كلوب. دخلات لبيتها، رمات صباطها وارتمت فوق الناموسية، وصوت الأذان مازال كيصفر في ودنيها ومعاه الكلمة ديالو: بنتي. بقات كتفكر واش فعلا هي كتبان ليه بنت محتاجة نصيحة ولا غير بغى يبين راسو واعر. سهام كانت من النوع اللي ما كيحملش يكون يعطيها الدروس، ولكن سي عمر بطريقة ما خلى علامة استفهام كبيرة في بال هذاك الصباح. في الجهة الأخرى عمر رجع لبيتو الصغير اللي ملصق بالجامع، جلس كيقرا الورد ديالو، ولكن صورة ديك البنت اللي لابسه لبس ما كيليقش بوقار الفجر بقات بين عينيه. ما كانش كيشوف فيها بنظرة احتقار، بل بنظرة شفقة. حس باللي هذيك الروح محتاجة اللي ياخد بيدها، وما عرفش باللي هذيك الشوفة هي اللي غادي تقلب حياته وحياتها رأسا على عقب. السيمانة اللي موراها سهام رجعات لحياتها العادية، لا فاك، القهوة مع ليزامي، واللبس اللي ديما كيكون آخر موضة. ولكن كل مرة كانت كدوز من قدام الجامع كانت كتحس بواحد الرغبة غريبة أنها تشوفه، غير باش تثبت لراسها باللي هو ما كيهمشها. واحد النهار كانت خارجة مع صحابها في العشية، لابسة كسوة قصيرة بزاف ومكياج صارخ، وكان السي عمر واقف كيهضر مع شي ناس كبار في الدرب. ملي شافها دايزة ملامحو ما تبدلوش، بقى كيهضر بكل هدوء، ولكن هي دارت بالعانق حكا مجهدة مع صاحبها اللي كان شدها من يدها باش تستفزو. كانت بغات تشوف رد الفعل ديالو، بغات تشوفو كيغضب ولا كيخرج على وقارو. ولكن عمر دار حاجة وحدة، سكت وشاف فيها نظرة طويلة، نظرة خلاتها تحس بالخجل لأول مرة في حياتها، كأن عينيه كتقول ليها: هادشي اللي كديري ما كيليقش بيك. هذيك اللحظة كانت هي الشرارة الأولى ديال الصراع اللي غيبدا بينهم، صراع بين بنت بغات تعيش حريتها بلا قيود، وراجل كيشوف باللي الجمال الحقيقي مخبي في الحياء. سهام في داك الليل ما خرجتش تسهر، بقات في بيتها كتشوف في المرايا وتفكر علاش كلام هاد الإمام كيأثر فيها بلا ما ينطق بكلمة.
وعمر فوق سجادو كان كيدعي ربي يهديها بلا ما يعرف باللي هو براسو غادي يولي مفتون بتمردها. المشاكل بدات فاش واحد من صحاب سهام اللي كان باغي يتقرب منها بأي ثمن عرف باللي بقات كتشوف الإمام بالزايد، وبدا كيخطط باش يوقع بيناتهم ويشوه سمعة سهام قدام الضرب وقدام السي عمر، حيت عارف باللي في مجتمع بحال ديالنا الإمام والبنت الدلوعة ما يمكنش يتلاقاو بلا ما تنوض عاصفة. وهاد العاصفة يلاه كانت في البداية ديالها، حيت سهام ما كانتش عارفة باللي هاد الرجل المتدين عنده ماضي حتى هو، وعنده أسرار خلاته يهرب للجامع ويقلب على الراحة، وباللي اللقاء ديالهم ما كانش صدفة بل كان مكتوب باش يغيروا بعدياتهم. سهام بدات كتحس باللي الضرب كله كيشوف فيها نظرة ناقصة، وبدات كتحس بالوحدة واخا وسط صحابها. وفي ليلة من الليالي الممطرة ملي كانت راجعة بوحدها والدموع في عينيها حيت واحد من صحابها جرحها بكلام قاصح، لقات السي عمر واقف حدا باب دارهم كينتظرها. شتا كانت كتصب بجهد والبرد ديال شهر 12 كيضرب في العظم. سهام كانت غاديه وكتعثر، مكياج عينيها ساله مع الدموع ورسم خطوط كحله على وجهها اللي كان شاحب. في ديك اللحظه كانت كتحس بلي العالم كله ضياق عليها، وصحاباتها اللي كانت كتظنهم سند ليها هما الاولين اللي غدروها وضحكوا عليها قدام كلشي. ملي وصلت لراس الدرب شافت خيال واقف حدا السارود ديال الزنقه، قلبها قبضها، ولكن غير قربات وبان ليها السلهام الرمادي والوقفه رزينو عرفاتو السي عمر. كان هاز مضله في ايدو وكانه كان كينتظر هاد اللحظه. سهام وقفات بعيد عليه بشويه، كانت بغات تخبي وجهها، بغات تهرب، ولكن رجليها فشلو. هو قرب منها بكل هدوء ومد ليها المضله باش يحميها من المطر اللي فزك ليها كتافها، وبلا ما يشوف في عيونها مباشره قال بصوت في واحد النبره ديال الحنان اللي عمرها سمعاتها: دموع غاليين بنتي، وماشي اي حاجه كتستاهل نغرقوا عينينا على قبلها. سهام بقات ساكته، كانت باغا تجاوب بوقاحه وتقول ليه شغلك هذا، ولكن الكلمه وحلات ليها في قرجوتها. بقات غير كتشوف صباطها اللي فزك وصوت الشهقه ديالو كيتسمع وسط الصمت ديال الليل. عمر كمل كلامه هو كيشوف في الجهه الاخرى. الدنيا فيها بزاف ديال الابتلاءات، واكبر ابتلاء هو ملي كنقلبوا على السعاده في بلايص لا فيهاش الروح، غير الزواق من برا والخوي من الداخل. سهام هزات راسها وشافت فيه، كانت عينيها عامرين عتاب، وقالت ليه بصوت مخنوق: علاش كتهضر معايا بهاد الطريقه؟ كاع الناس في هاد الدرب كيشوفوا فيا بنت فاسده، بنت السهرات، وانت امام الجامع. علاش واقف معايا دابا؟ ما كتخافش على سمعتك؟ عمر ابتسم واحد الابتسامه خفيفه فيها بزاف ديال المعاني، وقال لها: السمعه كيعطيها الله والقلوب بين يديه. انا كنشوف فيك روح تالفه، والواجب ديالي هو نذكرك باللي باب الرجوع ديما محلول. سهام حست بواحد القشعريره دازت في جسمها، ماشي من البرد ولكن من الصدق اللي كان في كلامه. جرات منه المظله بلا ما تحس ودخلت لدارهم وهي كتحس بواحد التغيير كيبدا يتسرب لداخل ديالها. ديك الليله سهام ما نساتش ديك الشوفه وديك الهضره، بقات كتشوف في المرايه، كتمسح المكياج اللي وسخ وجهها، وكتمسح معاه ذكريات سهرات كانت كتحس فيها بالنشاط ولكن كتخرج منها خاويه. في العالم ديال عمر الصلاة بدات كتاخد منحنى آخر، كان كيدعي بالجهد وكان كيسول راسو واش هاد الاهتمام اللي عنده بهاد البنت هو فعلا لوجه الله ولا كاين شي حاجة أخرى بدات كتكبر في قلبه. هو اللي قضى حياته بين الكتوب والجامع، عمرو ما تخيل باللي وحدة بحال سهام غادي تشغل بالو لهاد الدرجة. الغد ليه سهام فاقت معطلة، ولكن هاد المرة ما تمشاتش لافاك بنفس الطريقة. لبست لبس مستور شوية، جمعات شعرها وحاولت تكون هادئة. وهي دايزة من قدام الجامع لقات السي عمر واقف كيوزع شي كتيبات على الدراري الصغار. ملي شافها حرك راسو بالتحية بكل وقار، وهي ردات التحية بابتسامة خفيفة بزاف. كانت أول مرة كتبين ليه وجهها الحقيقي بلا أقنعة. ولكن هاد الهدوء ما كانش غادي طول، حيت في ديك اللحظة بالضبط داز أمين، داك الدري اللي كان كيجري مورا سهام وما بغاتوش، وشاف هاد التبادل ديال التحيات. أمين كان من النوع اللي كيبغي يمتالك، وملي شاف سهام البنت العصرية اللي كيسهر معاها كتحني راسها لإمام الجامع شعلات فيه النار. بدا كيدور في القهوة ديال الدرب وكيهضر بكلام خائب، كيقول باللي الفقيه ديالنا طاح في الفخ ديال سهام، وباللي الإمام كيدير المواعيد في الليل تحت الشتا. هاد الهضرة بدات كتنتشر بحال العافية في الحلافة، والناس اللي كانوا كيشوفوا في عمر قدوة بداو كيشوفوا فيه بشك.
سهام سمعات هاد الخبار في العشية من عند جارتها وحسات بالذنب كياكلها. خافت بسببها يضيع هاد الراجل في منصبه وفي احترام الناس ليه. قررت أنها تمشي لعنده للجامع وتعتذر ليه وتطلب منه يبعد عليها باش ما يتأذاش. مشات في العشية، وقفات حدا الباب ديال الجامع كتسناه يخرج من صلاة العصر. ملي خرج شافها جاية وعرف باللي كاين شي حاجة. قربات منه وهي كترجف وقالت ليه: سي عمر، أنا جيت نقول لك اسمح ليا، أنا عارفة شنو كيتقال في الدرب وعارفة باللي أنا السبب في تشويه سمعتك. من اليوم ما تبقاش تهدر معايا وما تبقاش تشوف جهتي، أنا ما كنستاهلش هاد الشي. عمر شاف فيها بنظرة قوية، نظرة خلاتها تسكت، وقال ليها بصوت واثق: سمعتي يا سهام، المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم. إلا كنتي كديري شي حاجة غلط توبي لربك، أما كلام الناس راه لا كيقدم ولا كيوخر. أنا ما غاديش نتخلى على النصيحة ديالي ليك حيت بنادم كيهضر. سهام بكات، هاد المرة ماشي حيت مجروحة، ولكن حيت حسات باللي كاين راجل في هاد الدنيا كيدافع عليها وخا هي مغلطة في حقه. في ديك اللحظة بان واحد من كبار الدرب، الحاج تهامي، اللي كان كيحترم عمر بزاف. شافهم واقفين وكيهضروا، ملامحه تبدلو وصغر عينيه بشك. عمر حس بالتوتر اللي وقع، ولكن ما بين والو. هاد اللقاء كان هو السبب اللي خلى سهام تبدا تفكر بشكل جدي. واش ممكن فعلا تكون هاد البنت اللي كانت كتعيش في العالم ديال الحفلات زوجة لإمام مسجد؟ واش ممكن هاد الحب اللي بدا كينبت في وسط الصراعات ينجح؟ المصاعب يالله بدات، حيت أمين ما بردش ليه الدم وقرر يدير مؤامرة كبيرة باش يطيح عمر في الفضيحة ويخلي سهام ترجع لعنده وهي محطمة. بدا كيخطط باش يصورهم في شي وضعية اللي تبان خيبة ويوزعها في الدرب. سهام كانت غافلة وعمار كان غافل، والقلوب كانت غادية وكتغرق في هاد الحب الصعيب اللي ما كانش في الحسبان. سهام لقات راسها كتشري كتب ديال الدين وبدات كتحاول تصلي، ماشي غير باش تعجب عمر، ولكن حيت هو كان السبب اللي خلاها تكتشف باللي كاينه حياة أخرى أحسن. ولكن السؤال اللي كان كيحيرها ديما: واش عمر كيبغيها كبنت ولا كيبغي فيها غير ديك الروح اللي باغي يهديها؟ هاد الشك كان كيعذبها بزاف وخلاها تبعد عليه واحد المدة، الشي اللي خلى عمر يحس بواحد الفراغ كبير، وعرف باللي القضية ما بقاتش غير نصيحة، ولا التعلق بقلب متمرد ولكن حنين. الدرجة المغربية، سهام بقات حابسة راسها في بيتها أكثر من 4 أيام، ما بقاتش كتخرج للسهرات، وتليفونها اللي كان ما كيسكتش من الصوان ديال الجروبات والدراري ولات كديرو صامت وكتلوحو فوق الماريو. كانت كتجلس ساعات طويلة كتشوف في ديك الكتب اللي عطاوها ليها في واحد المكتبة حدا لافاك، وكتحاول تفهم هذا العالم الجديد اللي لقات فيه واحد النوع ديال الراحة ما كتشبهش للنشاط المزيف اللي كانت كتعيشو. ولكن الداخل ديالها كان واحد الخوف كياكلها، خوف من أن هذا التغيير يكون غير سحابة دايزة حيت معجبة بسي عمر، وخوف كبر من أن الضرب يوسخ ليه سمعته بسببها. في ديك الوقيته أمين كان كيغلي، ما قدرش يتقبل باللي سهام اللي كان كيشوفها سيدة سهلة بدات كتباعد إليه وبدات كتلبس لبس محترم. كان كيجلس في القهوة اللي في دور الزنقة كيشوف صاحبو ياسين وكيقول ليه بحقد: والله لا بقات فيه هذيك اللحية، هذاك الفقيه باغي يدير فيها بطل ويمشي لينا الزين ديال الدرب، ولكن غادي نجبد ليه الماضي ديالو ونلصقوا فيه هذيك الهبيلة حتى هي. امين بدا كيوجد لواحد الخطه شيطانيه، عرف باللي السي عمر كيخرج كل ليله مورا صلاه العشاء يمشي يزور واحد الراجل كبير مريض في اخر الدرب، وباللي الطريق تما خاويه ومظلمه. مشى عند سهام الدرجه المغربيه. سهام بقات حابسه راسها في بيتها اكثر من 4 ايام، ما بقاتش كتخرج للسهرات، وتليفونها اللي كان ما كيسكتش من الصوان ديال الجروبات والدراري ولات كديرو صامت وكتلوحو فوق الماريو. كانت كتجلس ساعات طويله كتشوف في ديك الكتب اللي عطاوها ليها في واحد المكتبه حدا لافاك، وكتحاول تفهم هذا العالم الجديد اللي لقات فيه واحد النوع ديال الراحه ما كتشبهش للنشاط المزيف اللي كانت كتعيشو. ولكن الداخل ديالها كان واحد الخوف كياكلها، خوف من ان هذا التغيير يكون غير سحابه دايزه حيت معجبه بسي عمر، وخوف كبر من ان الضرب يوسخ ليه سمعته بسببها. في ديك الوقيته امين كان كيغلي، ما قدرش يتقبل باللي سهام اللي كان كيشوفها سيده سهله بدات كتباعد إليه وبدات كتلبس لبس محترم. كان كيجلس في القهوه اللي في دور الزنقه كيشوف صاحبو ياسين وكيقول ليه بحقد: والله لا بقات فيه هذيك اللحيه، هذاك الفقيه باغي يدير فيها بطل ويمشي لينا الزين ديال الدرب، ولكن غادي نجبد ليه الماضي ديالو ونلصقوا فيه هذيك الهبيله حتى هي. امين بدا كيوجد لواحد الخطه شيطانيه، عرف باللي السي عمر كيخرج كل ليله مورا صلاه العشاء يمشي يزور واحد الراجل
كبير مريض في آخر الدرب وباللي الطريق تما خاوية ومظلمة. مشى عند سهام لافاك، وقف عليها وهي خارجة من الحصة، كان كيبان وجهه حزين ومبدل بالعاني، وقال لها بصوت واطي: سهام، عافاك سمعيني، أنا عارف راسي غلطت في حقك، ولكن دابا كاين مشكل كبير. سي عمر هذاك الإمام اللي كتدافعي عليه كبير راه واقع في مشكل بسببك، وناس الدرب باغيين يخرجوا عليه هاد الليل. أنا باغي نعاونو ولكن ما بغاش يسمع ليا، خاصك تجي معايا دابا نلقاو قبل ما يوقع ما لا يحمد عقباه. سهام بسلامة نيتها وبحكم الخوف اللي كان عندها على عمر ما ردتش البال باللي امين كيكذب، قلبها بدا كيضرب بجهد وما فكرت في والو من غير ان هاد الراجل اللي وراها طريق النور ما خصوش يتآدى بسببها. مشات معاه وهي كترجف وكان الليل بدا كيظلام. امين داها لواحد البلاصه حدا هذاك الدرب المهجوك اللي كيدوز منه عمر، وقال لها تسناه هنا، هو غيجبدو يهضر معاها. في ديك اللحظه سي عمر كان جاي فعلا، كيمشى بخطوات ثابته وراسو للارض كيسبح في خاطره. فجاه خرجت ليه سهام وهي كتبكي مخلوعه وكتقول ليه: سي عمر هرب من هنا، امين قال لي باللي الناس باغين يضربوك، عافاك بعد على هاد الطريق. عمر وقس مبهود، شاف فيها باستغراب وما فهم والو، ولكن قبل ما ينطق بكلمه شعل الفلاش ديال التليفونات من كل جهه. امين وصحابو كانوا مخبيين وبداو كيصوروهم وكيوثقوا لهذيك اللحظه اللي كتبان فيها سهام هازه يديها وكترغب في عمر وهو واقف حداها في مكان مظلم وخاوي. امين خرج من الظلام وهو كيضحك بواحد الشماته خايبه وقال بجهد: ايوا السي الفقيه، هذه هي التقوى، هذا هو الورع اللي كتصدع علينا به راسنا في المنابر، كتعطينا المواعظ وبالليل كتلقى مع سهام في خلا. سهام تما فين فهمات باللي طاحت في الفخ، وباللي هي اللي جابت للسي عمر الفضيحه حتى لبين يديه. بدات كتهضر وصوتها كيرجف: لا والله ما كاين والو، امين هو اللي كذب عليا وجابني لهنا. ولكن امين ما حبش، بقى كيعاير ويغوت باش يجمع الناس، وفعلا بداو ولاد الدرب كيتجمعوا. السي عمر في ديك اللحظه كان هو اهدأ واحد فيهم، شاف سهام بواحد النظره فيها الحزن والشفقه وماشي الغضب، قرب من امين بكل بروده وقال ليه بصوت مسموع للجميع: الله يسامحك ولدي، الفتنه نائمه، لعن الله من ايقظها، هاد البنت كانت باغا تعاوني حيت كذبتي عليها، والنيه ديالها كانت احسن من نيتك. هاد الكلمات خلاو الصمت يطبق على المكان، ولكن الفيديوهات كانت ديجا بدات كدور في الواتساب بين ولاد وبنات الحومه. الدارجة المغربية. سهام دخلت لدارهم وهي كتحس بالعار، سدات عليها بيتها وبدات كتغوت بالبكا، كانت كتحس باللي هي اللي دمرات حياة هذا الراجل. وفي الجامع القضية كبرات، لجنة المسجد اجتمعوا مع السي عمر وبداو كيسولوا فيه، والحاج التهامي كان كيشوف فيه بخيبة أمل كبيرة، وقال ليه: سي عمر، حنا كنا كنحترموك، ولكن هادشي اللي كنشوفو في الفيديوهات ما كيشرفش بيوت الله. البنت سمعتها معروفة في الدرب، وانت وقفتك معاها في هذاك المكان كتطرح علامات استفهام. عمر كان كيشوف فيهم وعارف بلي الحقيقة ما بقاتش كتهكم، حيت الناس كتحكم غير بالظاهر. قال لهم جملة واحدة: أنا مستعد نخلي الإمامة ونمشي في حالي، حيت ربي عارف ما بقلبي، ولكن هاد البنت راها بريئة من أي تهمة لزقتوها فيها. الخبر ديال استقالة السي عمر نزل كالصاعقة على سهام، حسات باللي الدنيا دارت بها، وقررت المرة واحدة في حياتها تكون شجاعة وتواجه كل شيء. مشات لدار الحاج التهامي وطلبت تجلس معاه ومع كبار الدرب. دخلت عليهم وهي دايره شال فوق راسها، وجهها كان شاحب ولكن عينيها فيهم واحد القوة غريبة. بدات كتهضر ليهم بصدق، عاودت ليهم كيفاش بدات كتعرف على عمر وكيفاش كان كينصحها وكيفاش امين دار ليها الفخ. بكات بمرارة وهي كتقول لهم: هذا الراجل بغى يردني للطريق وانا بجهلي بمرته. سي عمر هو انقى واحد شفتو في حياتي، وعمره ما شاف فيا شوفه خايبه، واخا كنت كنستفزو بلبسي وبحركاتي. كلام سهام بدا كيدخل للقلوب، والحاج التهامي بدا كيحس باللي فعلا ظلمو عمر. ولكن المشكل ما كانش غير في الهضره، حيت امين كان مازال كيهدد باللي غينشر فيديوهات قديمه لسهام وهي كتسهر باش يبين باللي هي وعمر على علاقه قديمه. سهام كانت عارفه باللي حياتها غتولي جحيم، ولكن اللي كان كيهمها هو عمر. في ديك الليله عمر كان كيجمع حوايجو صغان في واحد الصاك، باغي يغادر السكن ديال الامام ويمشي لمدينته الاصليه بعيد على هاد الصداع. وهو خارج في الفجر لقى سهام جالسه فوق واحد الحجره حدا باب الجامع، كانت كتسناه وهي كترجف من البرد. شاف فيها وقال ليها بصوت حنين: علاش مازال هنا بنيتي؟ سيري لداركم، راه البرد هذا. سهام ناضت وقفات وقالت ليه والدموع في عينيها: سي عمر، ما تمشيش وتخليني، انت اللي علمتيني باللي كاين امل، ودابا بسبابي باغي تمشي وخليتيني تالفه اكثر من اللي كنت. انا ما كنهمكش، ولكن هاد الناس محتاجين ليك. عمر حط الصاك ديالو في الارض وشاف سهام واحد الشوفه طويله،
حس باللي هاد البنت ولات جزء من مسؤوليته، وباللي هاد الحب اللي حاول يخبيه وسط صلاته ما بقاش يقدر يهرب منه. قال ليها: سهام، انا غادي نمشي دابا، ولكن ماشي حيت خايف، بل حيت هاد الدرب ما بقاش كيقبلني، ولكن كوني متيقنه باللي ربي غادي يظهر الحق. سهام قربت منه وقالت ليه واحد الكلمه اللي غتغير مسار القصه: تزوج بيا سي عمر، تزوج بيا باش نقطعوا لسان كل واحد كيهضر فينا، وباش نبينوا ليهم باللي حبنا شريف. عمر جمد في بلاصتو. هذا الاقتراح كان هو آخر حاجة يتوقعها، ولكن في نفس الوقت كان هو الحل الوحيد باش يستر هاد الروح اللي تعلقات به ويواجه العالم كامل. سي عمر بقى كيشوف سهام واحد الشوفة طويلة، وكأن الوقت وقف في ديك اللحظة. الصمت كان سيد الموقف، والبرد ديال الفجر بدا كيبرد، ولكن السخونية ديال ديك الكلمة اللي قالت تزوج بيا كانت كتغلي في ودنيه. هو اللي قضى حياته كيقري الناس أصول الدين والحياء، لقى راسو قدام وحدة كتطلب منه يدير خطوة صعيبة بالنسبة لمجتمعه. شاف دموعها اللي جمدوا على خدها وحس باللي هاد الروح أمانة بين يديه. قرب منها خطوة ونزل عينيه للأرض وقال ليها بصوت فيه واحد الوقار كيزلزل: الزواج ميثاق غليظة سهام، ماشي غير وسيلة باش نسكتوا الناس. واش انتي مستعدة تعيشي حياة بسيطة؟ واش مستعدة تخلاي على بزاف ديال الحوايج اللي كنتي كتشوفيهم هما السعادة؟ سهام هزات راسها بواحد القوة غير معهودة وقالت ليه: أنا مستعدة لكل شيء، المهم هو نكون حداك، المهم هو ربي يغفر ليا وانت تعاوني. تما عمر حط الصاك ديالو ورجع لدارو الصغيرة، والقرار تخد، ما بقاش فيه الرجوع. الغد ليه الدرب فاق على خبار صدم كل شيء. سي عمر الإمام الرزين مشى لدار السي محمد الأب ديال سهام وطلب يد بنته. السي محمد كان راجل منفتح خدام في إدارة وعمره ما فرض على بنته شي حاجة، ولكن ملي شاف عمر جالس قدامه حس بواحد الراحة غريبة. قال ليه: يا ولدي، بنتي سهام راك عارف طريقتها وانت رجل دين، واش متيقن باللي غادي تفاهموا؟ عمر جاوبه بكل ثقة: يا عمي، القلوب كيقلبها الله، وانا شفت في بنتك قلب باغي يتصلح، وهذا عندي بالدنيا كاملة. الخطوبة كانت سريعة، ما فيها لا جوق لا صداع، غير الفاتحة وشوية ديال الحلوة، ولكن النميمة في الدرب كانت كتر من الموسيقى. العيالات في الدرب بقاو كيهدروا: شتي المسخوطة كيفاش جرات الفقيه، غدا يجرها للسهرات ديالها ولا تجرو هي للجامع. امين ملي سمع الخبار حس باللي الدنيا دارت به، هذيك اللي كان كيحلم بها ولات مرت الامام. قرر يزيد في الحقد ديالو وبدا كيخطط كيفاش يخرب هاد الزواج من النهار الاول. نهار العقد سهام لبسات قفطان بسيط بيض ودارت شال خفيف، ملامحها كانت كتبان فيها واحد السكينة عمرها ما كانت. عمر بجلابته وسلهامو كان كيبان فحال شي فارس من زمان آخر. ملي سينياو على العقد سهام حسات باللي تولدات من جديد، وباللي الاسم ديالها لصق بالاسم ديال الراجل اللي حماها من نفسها. ولكن الصدمة الأولى كانت نهار مشات تسكن معاه في ديك الدويرة الصغيرة اللي ملصقة بالجامع. سهام اللي كانت كتعيش في الرفاهية وفي البيت الواسع لقات راسها في بيت فيه غير سداري ومكتبة عامرة كتب وريحة العود. الصباح الأول فاق عمر الفجر وحاول يفيقها بكل هدوء: سهام، نوض يا بنتي، الصلاة خير من النوم. سهام لقات صعوبة كبيرة، عينيها تقالوا وحياتها القديمة كانت مازال كتجرها، ولكن فاش شافت وجهه منور بالوضوء ناضت وبدات كتعلم تصلي معاه. المشاكل بدات ملي صحابات سهام القدام بداو كيجيو عندها، كيحاولوا يضحكوا عليها، كيقولوا ليها: واش وليتي الشيخه سهام؟ فينا هو النشاط وفينا هي الحريه؟ واحد النهار كانت جالسه مع ليلى صاحبتها، وليلى بدات كتعاير في عمر وكتقول باللي هو غير معقد وغادي يحبسها من الحياه. عمر دخل في ديك اللحظه، ليلى بقات كتشوف فيه بنظره استهزاء، ولكن عمر ما تبدلش، رحب بها بكل اداب وجاب لهم اتاي وقال لهم: الحريه الحقيقيه هي ملي كتكوني مالكه لراسك، ماشي عبده للشهوات ديالك. ليلى سكتات وما بقاتش عرفت باش تجاوب، ولكن سهام كانت كتحس بالاحراج. من جهه اخرى امين ما بغاش يسكت، مشى لواحد من الدراري اللي كيخدموا معاه وعطاه فلوس باش يكتب غرافيتي على الحيط ديال الجامع، كلام كيمس في الشرف ديال سهام وبلي الايمان تزوج باش يغطي على فضيحه. الصباح الناس فاش جاو يصليو لقاو الحيط عامر بكلام كيوجع. عمر شاف هذاك الكلام وقلبه تقبض، ماشي على قبله ولكن على قبل سهام، خاف لا تشوفه وتحطم. حاول يمسحو بالزربة قبل ما تفيق، ولكن الخبار وصل لسهام.
خرجات وهي كتبكي وشافت الناس كيشوفوا فيها ويتهامسوا. في ديك اللحظة حسات باللي هي فعلا عبء على عمر وباللي هاد الزواج كان غلط. رجعت للدار وبدات كتجمع حوايجها وهي كتغوت: عمر طلقني، انا غادي نخرج لك على حياتك، هاد الناس ما كيسترحموش وانا ما كنستهلكش. عمر شدها من يديها وجلسها وشاف في عينيها بقوة: سهام، انا ملي خديتك وانا عارف باللي الطريق غتكون عامرة شوك. هاد الكلام ديال الناس هو امتحان لينا بجوج، واش غادي نخليو الحاقدين يربحوا؟ انا ما كيأثرش فيا كلام الحيوط، انا كيهمني اللي لداخل ديالك. سهام بقات كتشوف فيه وحسات باللي هاد الراجل هو الجبل اللي كيسندها. بدات كتحس باللي خاصها تغير حتى هي، ما بقاتش كتكتفي غير بالصلاة، ولات كتحضر لدروس الدين اللي كيديرهم عمر للعيالات، وبدات كتحاول تحببهم فيها بأخلاقها. ولكن أمين كان مازال عنده كرت أخير، وهو واحد تصويرة قديمة لسهام في واحد السهرة كانت كتبان فيها في وضعية متحررة بزاف، وقرر ينشرها في الفيسبوك ويكتب عليها: هذه هي زوجة الإمام المثالية. هاد الفضيحة كانت غتكون هي القاضية، حيت الدرب كله غادي يشوفها وممكن تأدي الفصل عمر من الإمامة بشكل نهائي. سهام نهار شافت التصويرة كدور حسات باللي الروح غادي تخرج ليها، الدنيا ظلامات في عينيها، تمنات لو الأرض تبلعها، حيت هاد المرة الضربة كانت قوية ومباشرة. عمر تا هو شاف التصويرة، والمرة الأولى شافتو سهام كيبكي، ماشي من الفضيحة، ولكن حيت حس باللي كاين ناس فيهم هاد القدر من الشر. في هذيك الليلة الكحلة عمر دار واحد الحاجة اللي حتى واحد ما توقعها، طلع المنبر في صلاة الجمعة، والجامع كان عامر بالناس اللي جاو غير باش يشوفوا رد الفعل ديالو. عمر بدا الخطبة ديالو، ولكن هاد المرة ما هدرش على الفقه ولا السيرة، هدر على الستر وعلى التوبة. قال لهم بجهر: كاين ناس بيناتنا كيقلبوا في ماضي الناس وكيساو باللي ربي هو اللي كيحاسب. انا مرتي تابت لربها، والماضي ديالها كيهمني غير انا، وانا مسامحها وشايف فيها اللي نتوما ما شايفينوش. اللي فيكم معصوم من الغلط يرمينا بحجرة. الصمت طبق على الجامع، والناس بدات كتحني راسها. امين اللي كان جالس اللور حس بواحد الخزي كبير، حيت شاف باللي القوة ديال عمر في صدقه ماشي في المظاهر. ولكن سهام اللي كانت كتسمع الخطبة من بيت الصلاة ديال العيالات كانت كتحس باللي هذا الراجل عطاه ربي هبة كبيرة، وباللي هي ولات مستعدة تبدل على قبله. من بعد هذيك الجمعة بزاف ديال العيالات مشاو عند سهام وعنقوها وبداو كيعتذروا ليها. ولكن الصراع مع أمين ما كانش غيسالي تما، حيت هو ملي شاف راسو خسر كل شيء قرر يدوز للعنف الجسدي ويصفي حسابه مع عمر بطريقة دموية. من بعد ديك الجمعة اللي كانت بحال العاصفة اللي نقات الجو، الدرب بدا كيهدأ شوية بشوية، ونظرة الناس للسهام بدات كتحول من الاحتقار للفضول، ومن الفضول للاحترام. ولكن هذا الهدوء كان غير الهدوء الذي يسبق العاصفة الحقيقية. امين اللي كان كيحس براسو تدل قدام كل شيء ما بقاش كيهمو لا سمعة ولا قانون، كان كيجلس في الليل بوحدو كيشرب الحقد في كاسو، وكيفكر باللي عمر هو اللي سرق ليه اللعبة ديالو، حيت بالنسبة ليه سهام كانت مجرد ملكية خاصة كان باغي يكسرها. واحد الليلة كانت السما مغيمة بزاف، والزنقة اللي كتدوز للسكن ديال الإمام كانت خاوية أكثر من القياس. عمر كان راجع من عند واحد اليتيم في الحومة، كان كيدي ليه شي كتب ومساعدات، وكان كيمشى وهو مرتاح البال، حاس باللي ربي بدات كيفتح ليه بيبان الخير مع سهام. فجأة في واحد الدورة مظلمة خرجوا ليه 3 ديال الدراري دايرين التام على وجوههم وفي يديهم هروات وسلاسل ديال الحديد. عمر وقف في بلاصتو ما خافش، ولكن حس بغدر كبير. امين حيد التام على وجهه وهو كيضحك بواحد الضحكه هستيريه وقال ليه: اليوم غنشوفوا هذيك القوه ديالك واش غتنفعك، اليوم غنهرسوا هذيك اللحيه وهذيك الهيبه اللي صدعتي لينا بها راسنا. وبلا ما يعطيه فرصه ينطق بداو كينزلوا عليه بالضرب من كل جهه. عمر حاول يدافع على راسه، ولكن الكتره غلبات الشجاعه، ضربوه لراسه وطاح الارض والدم بدا كيسيل على وجهه وكيوسخ سلهامه الابيض. امين كان كيضرب فيه بحقد، وكأن كل ضربه هي انتقام لفشله. في ديك اللحظه سهام كانت في الدار، كانت موجده العشاء وكتقرا في واحد المصحف صغير عطاه ليها عمر. فجاه حست بواحد القبطه في قلبها، بحال الا روحها خرجات منها. بقات كتشوف في الساعه، عمر تعطل بزاف والقلب ديال المراه عمرو ما كيكذب. لبسات جلابتها وخرجات كتجري، كانت كتحس باللي شي حاجه خايبه وقعات. بدات كتجري في الدرب وهي كتغوت بسميتو: عمر عمر. ملي وصلت لهذيك الدوره المظلمه شافت شي حاجه طايحه في الارض،
قربات وهي كترجف ولقات عمر غارق في دمه، والدراري هربوا غير سمعوا صوت غواتها. سهام طاحت فوق منه، بدات كتمسح الدم بيديها وكتغوت بواحد الصوت كيقطع القلب: عمر جاوبني، عافاك ما تخلينيش، يا ربي خود روحي وعطيه ليه. الناس بداو كيتجمعوا والبوليس والاسعاف جاو بالزبا. سهام ما كانتش باغيه تطلق منه، كانت غاديه معاه في لومبيلونس وهي شاده ليه يدو اللي كانت بارده وكتمتم بكلمات وتوسلات لربي. في السبيطار الممرضات والاطباء دخلوه العمليات بالزربه، وسهام بقات بوحدها في داك الكولوار البارد. تما سهام حست باللي الدنيا صغيره بزاف، وباللي كاع الحفلات والسهرات واللبس والمظاهر ما كتسوى والو قدام لحظه وحده ديال الصدق. بقات جالسه في الارض، حيدات شالها وبدات كتمسح به وجهها اللي كان عامر بدم عمر، وبدات كتصلي في واحد القنت. كانت اول مره كتصلي فيها بقلب محروق، بصلاه فيها رجاء حقيقي. مورا 4 ديال السوايع خرج الطبيب وهو كيبان عليه العيا. سهام وقفات بالزربه وقالت ليه: عافاك دكتور، قل لي باللي هو مزيان. الطبيب شاف فيها بشفقه وقال لها: الضربه اللي في راسو كانت قويه بزاف، فقد بزاف ديال الدم، ولكن الحمد لله قدرنا نوقفوا النزيف. دابا هو في غيبوبه مؤقته وخاصنا ننتظروا 24 ساعه الجايه هي اللي غتحكم. سهام دخلات عنده للغرفه، كان راسو محزوم ببانسما، وجهه اللي كان ديما منور دابا شاحب وصفر. جلسات حداه وبدات كتهضر معاه بصوت خافت: عمر نوض عافاك، انا يلاه بدات حياتي معاك. انا محتاجه ليك باش تعلمني كيفاش نعيش، ما تسمحش فيا دابا. انا ضيعت بزاف ديال الوقت في الحرام وبغيت نعيش الحلال معاك. في ديك الليله الدرب كله كان فايق، الناس اللي كانوا كيعايروا سهام ولاو كيدعيو لعمر بالشفاء. الحاج تامي مشى لعند البوليس وعطاهم كاع المعلومات على امين، والبوليس بداو كيبحثوا عليه في كل بلاصه. امين لقى راسو محاصر، وصحابو اللي شاركوا معاه هربوا وخلاوه بوحدو. في اليوم الثاني سهام كانت جالسه حدا عمر، غلبها النعاس وحطات راسها على طرف الناموسيه. فجاه حست بواحد الصبع كيتحرك وبيد دافئه كتحط على شعرها. هزات راسها بالزربه ولقات عمر حل عينيه شويه وشاف فيها بواحد الابتسامه باهته. قال لها بصوت واطي وثقيل: علاش هاد الدموع؟ ياك قتلك ربي ديما معانا. سهام بكات من الفرحه، بدات كتقبل يدو كتشكر الله. عمر كمل كلامه بصعوبه: اسمحي لي يا سهام، جبت لك الصداع والمشاكل. سهام جاوباتو هي كتمسح دموعها: انت اللي اسمح ليا، بسبابي وقع لك هاد الشي، ولكن والله تنولي المراه اللي تمنيتي ديما، غنولي ساندك وقوتك. من بعد سيمانه عمر خرج من السبيطار، ولكن هاد المره خرج وهو بطل في نظر الدرب كله. الاستقبال اللي داروه ليه كان كبير، والناس خرجوا كيزغرتوا وكيهتفوا بسميتو. امين تشد وتحكم عليه بسنوات ديال الحبس، وداك الفصل من حياتهم تطوى بمره. عمر رجع للجامع، ولكن هاد المره كان كيمشي وهو شاد في يد سهام اللي ولات كتمشى معاه بكل فخر، لابسه حجاب انيق ومحتشم، ووجهها فيه واحد النور اللي ما كيجيش من المكياج، كيجي من راحه البال. سهام بدات كتقرا مزيان وتخصصات في القانون باش تدافع على المظلومين، وعمر بقى هو السند ديالها، كيشجعها وكيقريها. علاقتهم ولات مثال كيضرب به في الدرب، قصه ديال الامام اللي شاف الروح وسط الظلام، والبنت اللي لقات النور وسط التيه. ولكن واخا المشاكل الكبيره سالات، بدات مشاكل من نوع اخر، وهي رغبه سهام في ان يكون عندها طفل من عمر. والاطباء قالوا ليها باللي بسبب الحاله النفسيه والتوتر اللي عاشت ممكن يكون عندها صعوبه في الحمل. هذا الخبر كان امتحان جديد للحب ديالهم. واش عمر غادي يرضى باللي سهام ما كتولدش، ولا غيبدا يقلب على وحده خضا؟ سهام بدات كتحس بالنقص تاني، وخافت لا تفقد عمر بسبب هذا المشكل، وبدات كتحس باللي الماضي ديالها يمكن هو السبب في هذه العقوبه كيف ما كانت كتسميها في خاطرها. عمر كعادته كان عنده رد فعل اللي ما كيخطرش على البال، وغادي يبين ليها باللي الحب ديالو ليها ما كيتعلقش بشنو كتعطيه، بل بشنو هي بالنسبه ليه. الايام بدات كدوز هادئه في ديك الدويره الصغيره اللي حدا الجامع، ولكن الهدوء اللي كان في الدرب ما كانش هو نفسه اللي في قلب سهام. واخا عمر رجع لصحته وقفو، واخا امين خدا جزاؤه، كانت كاينه واحد الغصه ما كتفارقش سهام كل ما شافت عمر هاز شي دري صغير من ولاد الجيران وكيلعب معاه بضحكه صادقه. كلام الطبيبه بقى كيتردد في ودنيها بحال شي حكم قاصح: الصعوبه في الحمل كاينه، والجسم ديالك محتاج راحه طويله وعلاج نفسي قبل جسدي. سهام كانت كل ليله كتشوف في السقف وكتلوم راسها، كتقول: واش هادشي حيت قضيت سنوات من حياتي في السهرات والمعاصي؟ واش هذا هو العقاب ديال ربي؟ هاد الافكار خلاتها تنعزل شويه وما بقاتش كتحس بداك الفرح اللي كان فيها نهار تزوجوا.
عمر بذكاء وبحسو المرهف لاحظ التغيير اللي طرأ على مرته. شافها كيفاش ولات كتهرب من عينيه وكيفاش كتدخل لبيتها تبكي فاش كتشوف شي مراه حامله دايزه في الزنقه. واحد العشيه فاش كان الجو زوين وريحه الورد ديال المحابط اللي دايره سهام في بالكونها الصغير كتعطي، دخل عمر ولقاها جالسه ويديها على خدها. قرب منها، حط يدو على كتافها وقال لها بصوت حنين: سهام، واش غنبقاو هكا؟ واش المكتوب ديال الله غيولي حاجز بيني وبينك؟ سهام دارت عنده والدموع في عينيها وقالت ليه بواحد الصوت مكسور: عمر، انت راجل مزيان وكتستاهل يكون عندك ولاد يحملوا سميتك ويوليو ائمه بحالك. انا خايفه نكون كنضيع عليك حياتك. الطبيبه قالت باللي الامل ضعيف وانا ما كنبغيش نشوفك محروم بسبابي. الا بغيتي تزوج بوحده اخرى تقدر تعطيك اللي انا ما قدرتش عليه، انا غنصبر. المهم تكون انت مرتاح. عمر جمد في بلاصتو وشاف فيها بواحد النظرة فيها العتاب والقوة في نفس الوقت. شد وجهها بيديه بجوج وقال لها: سهام، واش كتحسب لك أنا تزوجتك باش نكون ماكينة ديال الدراري؟ أنا تزوجتك حيت بغيت الروح ديالك، حيت شفت فيك المرأة اللي كملاتني. الدراري هبة من عند الله، إلا بغى يعطينا غيعطينا، وإلا ما بغاش راه وجودك في حياتي كافيني على العالم كامل. ما تزيديش تفتحي أبواب الشيطان بهاد الهضرة. أنا مراتي هي سهام، وهي اللي غتموت وهي مراتي، بولاد ولا بلا ولاد. كلام عمر نزل على قلب سهام بحال الماء البارد. عنقاتو بكات بجهد، حسات باللي هاد الراجل فعلا رزق كبير ما كيتقدرش بثمن. من ديك اللحظة سهام قررت تطوي صفحة الحزن. بدات كتركز في قرايتها أكثر وكملات في سلك المحاماة، وولات كدير محاضرات للشباب والبنات في مراكز اجتماعية، كتعاود ليهم تجربتها وكتحذرهم من الطريق اللي كانت غادية فيه. ولات هي والإمام عمر ثنائي معروف في المدينة كاملة، كيمثلوا الحب الحقيقي اللي مبني على الستر والرحمة. دازت عامين وسهام كبرات في الشغل ديالها، وعمر بقى هو الإمام اللي كيرتاحوا ليه كاع الناس. واحد النهار سهام كانت في المحكمة وفجأة حسات بواحد الدوخة غريبة. الدنيا دارت بيها وطاحت بين يدين زميلاتها. نهار فاقت لقات راسها في السبيطار وعمر جالس حداها ووجهه مخطوف بالخوف. الطبيب دخل وهو كيضحك وقال لهم: مبروك، هاد المرة ما كايناش غيبوبة ولا دم، كاين ضيف جديد جاي في الطريق. سهام ما تيقناتش، بقات كتشوف عمر وهي كترجف. الطبيب: واش كتفلى؟ انا قالوا لي صعيب بزاف. الطبيب جاوبها: العلم عنده حدود، ولكن قدرة ربي ما عندهاش حدود. انتي حاملة في شهرين وخاصك راحة تامة. سهام وعمر طاحوا للسجود في داك البيت ديال السبيطار، الدموع ديالهم تخلطات بضحكات الفرحة. الخبار انتشر في الدرب بحال العافية، والناس فرحوا ليهم كأن الفرحة داخلة لديورهم كاملين. الحاج التهامي ذبح عجل وفرقوا على المساكين بنية سلامة سهام وجنينها. مورا شهور من الانتظار سهام ولدات بنية غزالة سموها آية، حيث كانت فعلا آية من آيات الله في حياتهم. النهار اللي جابوا فيه آية للدار، عمر هزها بين يديه ووقف حدا باب الجامع وأدل ليها في ودنها، وسهام واقفة جنبه كتشوف في السما وكتحمد الله على هذا الطريق اللي بدات بدموع وصراعات وسالات بضحكة طفلة صغيرة ونور ما كيطفاوش. أمين خرج من الحبس مورا سنوات ولقى باللي الدرب تبدل وباللي سهام وعمر ولاو رمز للخير. حاول يقرب منهم باش يطلب السماح، وعمر بقلبه الكبير استقبله وقبل اعتذاره وعاونوا باش يبدا حياة جديدة بعيد عن الحقد. سهام ولات محامية مشهورة كتدافع على البنات اللي وقعوا في ضحايا الغدر والابتزاز، وعمر بقى هو الإمام اللي كيجمع القلوب. آية كبرات وسط حب كبير وكانت كتشوف باباها الوقار وفي ماماها القوة والجمال. وقصة الإمام والبنت الدلوعة ولات حكاية كيعاودوها الجدات للحفيدات باش يعلموهم باللي التوبة كتمحي ما قبلها، وباللي الحب في الحلال هو اللي كيدوم واخا توقف في وجهه الدنيا كاملة. سهام كانت ديما كتقول الآية: بنتي، ربي كيعطينا فرص تانية وخاصنا نكونوا مستعدين نشدوا فيهم بيدينا وسناننا. وهكذا سالات قصة الحب اللي بدات بالفتنة وسالات بالسكينة، وبقات الدويرة صغيرة حدا الجامع عامرة بضحكات آية وبصوت عمر وهو كيرتل القرآن، وبسهام اللي لقات راسها الحقيقية بين يدين راجل عرف قيمتها نهار العالم كامل سمح فيها.